أهلا بيكم في بودكاست منديل، المساحة الآمنة اللي بنمسح فيها دموع التعب ونرمم فيها قلوبنا بالكلمة والراحة. لو أول مرة تسمعني، متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجديدة أول بأول. النهاردة هنكلم القلب ونقول له سامح نفسك على أخطاء الماضي. كلنا عدينا بأوقات غلطنا فيها، كلمات اتقالت في لحظة غضب، قرارات اندفعنا فيها، ناس فقدناها، وأوقات حسينا إننا السبب. بس عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، أنت مش خطأك، أنت إنسان، والإنسان بيتعلم. في ناس بيفتكروا إن جلد الذات نوع من أنواع التوبة، لكن الحقيقة جلد الذات بيعطلك، بيأخرك، وبيخليك أسير لزمن انتهى. بينما التوبة الحقيقية هي إنك تتعلم وتقوم وتسامح نفسك. اللي حصل اتكتب في كتاب حياتك، بس مش هو نهاية الفصل. عارف اللحظة اللي انت فيها دلوقتي؟ دي لحظة اختيار. يا إما تفضل عايش فيها كأنك محكوم عليك مدى الحياة، يا إما تقول أنا سامحت نفسي واللي جاي أنا أستحقه. في حاجة مهمة لازم نفتكرها، لما تسامح نفسك مش معناها إنك بتهرب من المسؤولية، معناها إنك قبلت إنك بشر، وإن الخطأ كان جزء من نضجك، وكل لحظة ندم هي في الحقيقة دعوة للتغيير. فخد نفس دلوقتي وقولها بصوت هادي: أنا سامحت نفسي، أنا أستحق أبدأ من جديد. زمان كان في شاب كل ما يغلط يروح يدق مسمار في الحيطة، وكل مرة يندم يقلعه. بعد سنين الحيطة بقت مليانة آثار، حتى بعد ما شال كل المسامير. راح لوالده وقال له شلت كل المسامير بس الآثار لسه باينة. رد عليه والده بحكمة بسيطة: المسامير دي زي أخطائنا، ممكن نشيلها، بس لازم نصبر على الحيطة لحد ما نعيد طلاقها ونهتم بيها، وساعتها هترجع جديدة. سامح نفسك وابدأ ترمم حيطة قلبك واحدة واحدة. مفيش حد فينا ما غلطش، بس الفرق الحقيقي هو إيه عملنا بعد الغلط. متقفش عند اللي فات، ابدأ من دلوقتي، حتى لو خطوة صغيرة، حتى لو بالكلام الطيب مع نفسك. وإياك تنسى، كل لحظة بتسامح فيها نفسك بتقرب خطوة من إنك تعيش بسلام أكتر. مش لأنك ناسي، لكن لأنك اخترت تكون إنسان مش قاضي على نفسك. في بودكاست منديل بنفكرك دايما، اللي بيديك فرصة جديدة مش بس الحياة، أنت كمان. لو عايز غمض عينيك للحظة واسأل نفسك بصراحة: أنا ليه قاسي كده على نفسي؟ هو أنا مش استحملت كتير؟ هو أنا ما حاولتش أصلح؟ هو أنا مش اتعلمت وندمت واتوجعت؟ كلنا جوانا طفل صغير كان بيتمنى يسمع كلمة واحدة مننا: أنا آسف. آسف إني خذلتك في وقت، إني نسيتك، إني كنت سايبك تحارب لوحدك. بس النهاردة لازم كمان تقول لنفسك: أنا سامحتك وهحضنك وهحميك ومش هسيبك تاني. لأن السلام الحقيقي مش في إن الماضي ما يكونش وجع، السلام في إنك تبص للماضي وتقول وجعني بس ما قتلنيش، علمني وخلاني أوعى، وبدأت أكون شخص مختلف. اللي غلطت فيه زمان كان خطوة علشان توصل للي أنت عليه دلوقتي. ربنا بيغفر، بس أنت بتأخر الغفران لأنك مش عارف تسامح نفسك. الندم لو فضل من غير تصرف يبقى مجرد قيد. افكه وابدأ. مش لازم الكل يسامحك، المهم إنك تسامح نفسك الأول. التسامح الذاتي هو بداية الطريق لأي شفاء داخلي. متشيلش على قلبك حاجات انتهت. انت مش نفس الشخص اللي غلط، ولا نفس الظروف، ولا نفس الوعي. انت بتتغير، بتكبر، وبتتعلم. افتح صفحة جديدة وابدأها بكلمة واحدة: أنا كفاية زي ما أنا، بكفايتي وبقلبي وبغلطاتي اللي علمتني. ولو حسيت ولو للحظة إنك محتاج تسمع الكلام ده تاني، ارجع للبودكاست واسمح لنفسك ترتاح. شكرا من القلب إنك كنت هنا. دي كانت مساحة من بودكاست منديل، هنفضل نمسح دموعك لحد ما تضحك من قلبك.